وجاية لكم بمسلسل بطلوا فيه من السناجل البائسين زي كده يحاولوا يمسكوا نفسهم عشان كده كده هيحبوا البطل، بينما بقى المرتبطين يحاولوا يسيطروا على نفسهم عشان احتمال يفركشوا قريب، وده كله بسبب بطلنا الجامد النمس الفتاك الرجل الجرين فلاج حلم كل أنثى. ومش عايزة أشوقكوا أكتر من كده، هتشوفوا بنفسكوا وهتحكموا. فبليز قبل ما نبدأ حطوا لايك للفيديو ووصلوه ل10,000 لايك، واللي هتحط لايك هجوزها البطل معايا من أولها كده. بينما بقى اللي هتشترك في القناة وتكتب لي رأيها تحت في التعليقات وش هتكون درتي. ويلا بينا نشوف الملخص. قصتنا بتبدأ في ملهى ليلي مع بطلتنا رونج، واللي بتبقى بنوتة لطيفة جدا جدا جدا، وبتبقى شغالة جرسونة هناك. وفي مرة واحد من الأوغاد بيعجب بجمالها وبيحاول يقرب منها، ولما بترفض بيشدها بالعافية وبيخليها تشرب معاه. ولما بيقرب منها بيلاحظ وحمة غريبة على وشها فبيخاف، وبطلتنا بتستغل كده وبتطلع تجري، فبيطلع يجري وراها. وقبل ما يعمل لها حاجة بيظهر بطلنا يوان الجامد الفتاك، واللي حرفيا بينور في الضلمة. فبطلتنا بتجري عليه وبتقع في حضنه وبتقوله شكلك كده راجل جنتل ووسيم فانقذني بقى، وبيغمى عليها. فبتصعب عليه، ما هو قلبه حنين برضه، فبيخلي صاحبه دان يجري ورا الأوغاد دول ويجيبهم من قفاهم. وتاني يوم بطلتنا بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها جنبه، فبتقول يا فضحتي، وبتاخد جزمتها وبتطلع تجري قبل ما يصحى. وبتبقى مفكرة ان الموضوع كده خلص، بس للأسف بعد شهر بتكتشف انها حامل، فبتقعد تصوت وبتبقى خايفة من الفضيحة ومن امها اللي بتنادي عليها. ولما بتخرج بتكتشف ان اخوها جه من بره وعايزها تحطله الغدا، وبتيجي امها تزعق لها عشان قاعده كده بقالها فتره ومش بتشتغل وقرفاهم بعد ما اتطردت من الملهى الليلي. بينما اخوها قاعد متدلع مش بيشتغل، ننو ساعم ماما بتحط له الاكل في بقه. وامها دي بتبقى ست قادره وبتلاحظ ان تصرفاتها غريبه، فبتقول لها اوعي تكوني موعده واحد من ورانا، اهم حاجه الشرف من انهي زاويه بالظبط وانتي مشغلاها في ملهى ليلي. المهم ان بطلتنا بتخاف وبتاكد لها انها محترمه. وبعدها بطلتنا بتروح توصل طلب لواحد، واللي لما بيشوف وشها والوحمه اللي عليه بيقعد يتريق. وسبحان الله بطلنا بيبقى جاي للراجل ده اصلا عشان الراجل ده شغال عنده وهو عايزه في شغل. وبطلنا لما بيشوفها بيبقى عايز يتكلم معاها، وده لانها وحشه خالص، وبنعرف انه وقع في حبها من اول نظره. ولكن ده بيحذره لان هي اصلا ممكن ما تكونش فاكراه، بس بطلنا مش بيهمه وبيسمع صوت قلبه وبيروح لها وبيشيل مكانها الكرتونة وبيعرفها انها وحشاه، فبتتصدم اصلا انه فاكرها، فبيعرفها انه هيساعدها في اي حاجة تحتاجها وكمان بيدخل الاوردر مكانها. فبطلتنا بتعجب بجدعنته، وهي اصلا كانت معجبة بوسامته من قبليها، فكانت لسه هتعرفه انها حامل. ولكن بيجي صاحب البيت وبيعرفها ان البطل اغنى راجل في البلد كلها، فبتقول يا لهوي وبتسكت، وبتخاف لحسن تعمل له مشاكل في حياته، فبتقرر ما تعرفوش حاجة. بس القدر بيكون لي رأي آخر، وده لأنها بتتكعبل وهوبا بيلحقها وبتقع في حضنه تاني، فبتحس ان دي إشارة بس بتبعد عنه برضه. فابننا المحترم بيديها رقم تليفونه وبيقول لها اتصلي بيا في أي وقت وأنا تحت أمرك. وبعد لما بيمشي بيجي صاحب البيت عشان يحاسبها، فبيديها ظرف مليان فلوس لأن البطل هو اللي طلب منه كده. فبطلتنا طبعا بترقص من الفرحة وبتقرر تحتفظ بجزء من المبلغ ده عشان مصاريفها هي وابنها. ولما بتروح وبتوصل قدام المحل بتاعهم بتاخد جزء من الفلوس عشان تخبيه في جيبها، بس للأسف أمها القردة بتشوفها، فبتروح تاخد منها كل الفلوس وبتقول لها طول السنين دي كنت بتستغفلينا وتسرقينا، وبتدخلها على المحل عشان محدش من الجيران يسمع صوتهم. بصي يا حاجة تقريبا كده الصين كلها عرفت. المهم ان ابوها الوغد هو كمان بيزعق لها، وامها بتضربها بالقلم لان دي اوطى عيله في التاريخ، وبيبقوا قاعدين اصلا مريحين هم وابنهم ومخليين بطلتنا تشتغل من وهي يا عيني عندها 10 سنين. وامها دي بتبقى زي القطط تاكل وتنكر مع احترامي لكل القطط. المهم انها بتقول لبطلتنا انت لا عمرك اشتغلتي ولا خدنا منك فلوس، وبتزقها وبتنزل عليها ضرب بتطحنها. حد هيقول لي جوزها فين؟ واقف زي الهلهوله جنبها عشان بيخاف منها، زكت احنا خفنا. فبطلتنا الغلبانه مش بتقدر تستحمل وبتقرر تهرب من البيت، بس بيبقى فيه توك توك معدي وللاسف بيخبطها وبتقع. وعشان حظها حلو بيظهر بطلنا في اللحظه دي وبيشيلها ما بين دراعاته وبيجري بيها على المستشفى، وبيبقى قلقان عليها خالص وهي كمان خايفه لحسن يعرف انها حامل، بس مش بيعرف حاجة وبيطلب منها تخلي بالها من نفسها، ولو احتاجت حاجة في أي وقت هو موجود وبيعالج لها ايديها.
فبتحس بحنيته وإنه الوحيد اللي مهتم بيها وخايف عليها مش زي عيلتها الواطية. ومش قادرة أوصف لكم إيه اللي بيحصل لها بقى لما بياخدها في حضنه، حرفيا بترفرف كده وبتدوب، وكمان بتنام فبتصعب عليه وبياخدها بيته. ولما بتصحى تاني يوم بتبقى مخضوضة، بس لما بتلاقيه صحي بدري وكمان بيطبخ لها بتطمن. وابننا الحنين بيعرفها انه بيشتري لها فساتين كتير وبيطلب منها تطلع تغير وبعدها تنزل، وطبعا بتسمع كلامه وجري عدو لب بتفتحه وبتلاقي أقل فستان فيه ب100,000 وبتبقى مستخسرة تلبسهم، بس كله يهون عشان خاطر عيونه، فبتلبس وبتتشيك وبتنزل تفطر. ولما بتدوق الأكل بيبقى تحفة، فبطلنا بيعرفها إن دي أول مرة يطبخ وكمان عشان بنت، وبيلمح لها إنه مش قادر على الفراق وبيحبها خالص. فبنتنا بتشرق فبيسألها إذا كانت حامل، فبتنكر طبعا وبتطلب منه يوصلها بيتها، وفي السكة بيعرفها إنه هيعوضها عن اللي حصل لها وتطلب منه المبلغ اللي عايزاه. فبتطلب منه 3000، فبيقول لها إيه؟ فبتخليهم 5، فبيقول لها نعم، فبيحولهم لها وبيقول لو كانت طلبت 50 مليون كنت هدهم لها منى وفلوسي وقلبي تحت أمرها. من أولها كده ابننا واقع، اللهم كتر من أمثاله. المهم إن بطلتنا لما بتدخل بتبقى متوقعة إن أمها هتستقبلها بقصيدة شتيمة، بس أمها بتقول لها بنتي حبيبتي كنتي بايتة فين امبارح، وبتقعدها تتعشى. فبطلتنا بتتصدم لأن دي أول مرة هتتعشى فيها من 10 سنين، لأن أمها القادرة دي مجوعاها، وسبحان مغير الأحوال دلوقتي بتهتم بيها. وبتعرفها إن ابن زعيم القرية دفع لهم 100,000 عشان يتجوزها، فهتروح النهاردة تقضي الليلة معاه وفي آخر الأسبوع هيعملوا الفرح، وبتأكد عليها إن أهم حاجة شرفهم. وطبعا بطلتنا بتعترض، وكمان بيبقى ابن الزعيم ده لسه خارج من السجن طازة، فامها بتقول لها اعترضي براحتك. وبطلتنا بتبدأ تدوخ، وده لأنها حاطة لها مخدر في العشاء السمين. أنا قلت قلبي مش مرتاح، وبتاخدها بنفسها على بيت العريس، واللي بيبدأ يقرب منها وهي بتبقى دايخة بس عندها شوية طاقة بتضربه بيهم، وبتهرب على الغابة، بس للأسف بتقع وبتتخبط، وقبل ما يغمى عليها بتبعت رسالة لبطلنا. وبطلنا في الوقت ده بيبقى سهران مع دان، ولما بيشوف الرسالة بيطلع جري عشان يروح لها، وفي السكة بيخبط في ممثلة مشهورة اسمها شوان بس مش بيعبرها، وبيروح لبنتنا وبينقذها وبيوديها المستشفى، وبيفضل طول الوقت قلقان طول ما هي في العمليات. ولما الدكتور بيخرج بيعرفه انها كويسة وانها حامل، فبيمسكه بيقوله ايه حامل من مين يا راجل انت؟ ولما بيعرفوا ان بقالها شهر بيربط الخيوط ببعض وبيستنتج ان هو ابو الطفل، فبيعتذر للدكتور وبيعرفوا انه هيكافئه. وبتبقى الفرحة مش سايعاه انه هيكون اب، فبيدخل يقعد جنب بطلتنا، ولما بتفوق بيعاتبها انها خبت عنه، بس لما بيبص في عينيها بيدوب، فبيقلب كيوت وبينسى كل المشاكل، وبيعرفها انه بيحبها ولا يمكن يسيبها ولازم يتجوزوا، وبيشيلها على ايديه وبيمشي بيها في نص المستشفى ولا بيهمه. ابننا جامد ومسيطر، وكمان هي بتبقى مبسوطة، ما هو قريب قوي هتبقى زوجة رجل مهم. وفعلا بيروحوا المحكمة وبيتجوزوا، وبطلنا بياخد الدفترين وبيخليهم معاه، وبيقعد بقى طول السكة يقول لها كلام حلو ويتغزل في جمالها. وبنتنا بتبقى مكسوفة، وده لأن السواق الحشري مركز معاهم وحاطط عينه في حياتهم. وفجأة بيجيلها اتصال من أمها، واللي بتعرفها إنها لو مرجعتش البيت النهاردة هتتبرى منها. بطلتنا بتزعل وبتنام في السكة، ولما ابننا بيلاحظ بياخدها في حضنه على الأقل مريح، وهو بالمرة يقرب منها وبياخدها على أوضته وبينيمها. ولما بيطلع بيأكد على الخدامة إنها تهتم بيها عشان هي حامل ولازم يطمنوا عليها. وبطلتنا بتصحى بالليل بتبقى مخضوضة، فبتدور عليه في البيت، ولما مش بتلاقيه بتروح له المكتب، فالخدامة بتيجي تعرفها إنه مستنيها على العشاء. ولما بيشوفها بيقول لها إيه ده شكلك تعبانة، اقعدي يا حياتي ارتاحي، وبيحط لها الأكل بنفسه. وبيزعل قوي لما مش بيلاقيها لابسة شبشب، فبيخاف على رجليها وبيشيلها وبيطلعها فوق عشان تقعد في السرير وتاكل شبه الأميرات. وطبعا دي بتبقى فرحانة من قدها من زيها. وبعد شوية بيجيلها اتصال من صاحبتها، واللي بتطلب منها تيجي عشان يخرجوا سوا لأنها وحشاها. فبنتنا بتروح لها، ولما بيخلصوا شوبينج بتعرفها انها متجوزة البطل اغنى شاب في المدينة كلها. وفجأة بيظهر لها ابن زعيم القرية، واللي بيقول لها عروستي حبيبتي، وبيبقى عايز ياخدها بالعافية. فصاحبتها بتهدده انها هتبلغ البوليس، فبيرمي التليفون وبيزقها وبياخد بطلتنا وبيجري. وصاحبتها مش بتبقى عارفة تعمل ايه لان تليفونها اتكسر،
فبتستغل ان البطلة وقعت شنطتها وان البطل بيرن عليها دلوقتي، فبترد وبتعرفه اللي حصل، فبيجري عشان يلحقها، بس برضه بيقابل شوان واللي بتبقى عايزة تتكلم وتلوك معاه، فبيزعق لها وبيمشي. وفي الوقت ده أمها الواطية بتقول لأبوها أنا خايفة لحسن البت تضيع شرفنا في الأرض وما تكونش مع ابن الزعيم. فبيقول لها ما تقلقيش يا حياتي، وبيقعد يعمل لها مساج. ولما البطلة بتدخل وبتعرفهم إنها هربت بيقولوا لها يا لهوي ضيعتي شرفنا، لازم تروحي لابن الزعيم. واللي بيدخل في اللحظة دي فأمها بتقلب كتكوت وبتقول له يا لهوي تعبت نفسك ليه، احنا نوديها لك لحد عندك، فعلا أهم من الشرف مفيش. وبتشد البطلة وبتقعدها جنبه وبتعرفه إن هي وجوزها هيطلعوا برا عشان ياخدوا راحتهم ويقربوا من بعض. دول عبارة عن إريالين متحركين في البيت ملهمش لازمة، وبطلتنا الغلبانة مش بينقذها من إيديهم إلا دخول بطلنا تجري على حضنه، لأن ده أأمن مكان بالنسبة لها، خصوصا بعد اللي عيلتها الواطية بيعملوا فيها. وابن الزعيم بيعرفه إن هي عروسته ولا يمكن يسيبها له، فابننا بيلوي دراعه عشان يربيه، وكمان بيرميله فيزا فيها 100,000 اللي دفعهم. فبيقلب كتكوته بيقوله خلاص خدها أنا مش طايقها أصلا. وأمها بتقول للبطل أنت إزاي تدخل كده وتحضن بنتنا وإحنا واقفين، ما سمعتش عن حاجة اسمها شرف، ادفع واحضن براحتك، حد يناولني الشبشب عشان الولاية دي محتاجة تتربى. المهم إن لما بطلنا بيديها فيزا فيها 20,000 وبيعرفها إن كل شهر هيديها المبلغ ده، بتقوله خدها دلوقتي ولا وصلها لك البيت. وبعد لما بيمشوا جوزها بيقول لها هنعمل ايه بالفلوس دي، فبتضربه وبتمسكه من ودانه وبتقوله اخرس، قصدك انا هعمل بيها ايه، انت عايز تاخد منها حاجة ولا ايه يا راجل انت. بينما بطلتنا بتبقى مصدومة من عيلتها، بس بطلنا بيبقى هو الدواء اللي بيشيلها كل الصدمات دي، فبيقول لها كلام رومانسي وبيخفف عنها، وكمان بيرجع لها تليفونها، فبنتنا بتدوب اكتر ما هي دايبة. ولما بتروح بتقرر تعترف له بحبها، بس قبلها بتفتح الأخبار وبتلاقيه طالع عليه شائعة إنه بيوعد الممثلة شوان في السر، فبتتصدم ومش بترضى تقوله حاجة. ولما بتصحى تاني يوم بتلاقي خبر المواعدة ده اتشال، والخدامة بتديها الفطار وبتعرفها إن البطل نازل دلوقتي. وابننا لما بيجي وبيبص في وشها بيلاحظ إن في حاجة، فبيفضل وراها لحد ما بتسأله عن اللي شافته، فبيعرفها إن كل ده كذب وإن هي الوحيدة بس اللي في قلبه وقاعدة جوه ومربعة. وابننا بيبقى صادق في كلامه لأن القدر في صالحه، فبنلاقيها اتكعبلت وقعت في حضنه. وقبل ما يقرب منها بطلتنا بتفكره إن الخدامة هنا وممكن تشوفهم في أي لحظة، فبيقول لها ماشي يا حياتي. وبيروح الشركة وبنلاقي السواق هو السكرتير بتاعه لأنه حرفيا متمرمط وشغال كل حاجة هنا. المهم إن بطلنا بيستشيره في الأمور العاطفية، فبيسأله هي البنات بتحب إيه، فبيعرفه يا إما يخرجها يا إما يجيب لها ورد. فابننا بيقرر يسمع كلامه وبيتصل بالبطلة وبيطلب منها تجهز نفسها عشان هيخرجوا النهاردة. ولما بيوصلوا بيعملها شبه الأميرات وبيهتم بيها، وبتبقى الصحافة موجودة وبيسألوا عن علاقتهم، فبطلنا بيعرفهم إنه متجوزها، وطبعا بتبقى صدمة كبيرة لكل السناجل اللي واقفين، وكمان شوان ما هي كانت حاطة عينها على بطلنا. وبنعرف إن هي كمان هتحضر المزاد وبتقرر تفرق ما بينهم بكل الطرق. وبيبدأ المزاد وأول قطعة بيبقى تمنها 600,000، وبنتنا بتعرف البطل إن القطعة دي مزيفة وبتطلب منه ما يشتريهاش، فبيقول لها من عيوني، بس بيقرر يعاند شوان وده لأنها بتبقى عايزة تشتريها، وبيفضل يعلي قصادها لحد ما شوان بتشتريها ب10 مليون، فبيشمت فيها عشان واحدة هبلة وضيعت فلوسها. وبعدها بيبدأ المزاد على تاني حاجة وبتبقى لوحة، والراجل بيأكد لهم إن دي أصلية 100%. فبنتنا بتعرف بطلنا ان دي برضو مزيفة، وبيبقى هي عندها مهارة خاصة بتمكنها تشوف المستقبل وتعرف الحاجات الأصلية من المزيفة. فبطلنا بيقرر ما يشتريهاش برضو عشان خاطر عيونها، بس فجأة بتدوخ فبيشيلها قدام كل اللي قاعدين ومش بيهمه وبيخرج بيها. وبتبقى شوان طبعا مش طايقة نفسها بس تتفلق. المهم ان بطلنا بيبقى عايز يسيب بنتنا ترتاح في العربية، بس هي بتمسك فيه وبتبدأ تقرب منه، ولكن للأسف شوان مفسدة اللحظة الرومانسية بتطب عليهم. فبطلنا بيقول ايه البردة دي، وبيعرف بنتنا انه هيطفشها ورجع لها تاني. وشوان بتعرفه انها بتحبه وكمان اشترت الهدية دي عشان تقدمها لمامته في عيد ميلادها ودفعت فيها 10 مليون. فبيعرفها انها مغفلة لان دي مزيفة اصلا، وانه مستحيل يحبها عشان قلبه بقى ملك بطلتنا دلوقتي. وبيدخل بقى لبطلتنا عشان وحشته، انا ملاحظة ان انتوا بتتلككوا وبتدوسوا على مشاعرنا بالرومانسية دي. ولما بيوصلوا البيت بتبقى نايمة فبيغطيها،
وفجأة بتصحى زي القردة وبتعرفه إنهم لازم يكملوا الموضوع اللي شوان قطعته. فبطلنا بيتكسف وبيقول لها انت اللي جبتيه لنفسك يا شطورة. وتاني يوم بياخدها على محل انتيكات عشان يجيب هدية لمامته، وبيعرفها انها تختار اي حاجة عايزاها وهيدفع تمنها. ولما كان ماشي مع صاحب المحل بتقوله استنى، طب انت كده هتوحشني؟ فبيعرفها ان هي كمان هتوحشه، نلم نفسنا وكفاية فراشات عشان الراجل واقف واحنا كمان موجودين. يا ريت يا جماعة ترعونا وتزوجونا في الصين، ده طلب جماهيري. وبعدها بتتجول في المحل وبتلاقي تمثال بيعجبها فبتاخده على دخلة شوان وصاحبها اللي بيتريقوا عليها، أولا لأنها فقيرة وأهلها عندهم محل معفن، ثانيا بقى لأنها مش من مستوى البطل. وشوان بتعرفها إن أم البطل مستحيل تحبها ولا تقبل الهدية المعفنة دي. وللأسف بطلتنا بتبقى كيوت أوفر ومش بتعرف ترد عليها، خصوصا إن شوان بتوريها الأحجار الكريمة والأساور اللي هي مشترياها لأم البطل على دخل بطلنا اللي بيدافع عنها. فشوان بتقلب كتكوت وبتعرفه إنها ما عملت لهاش حاجة، بس هو مش بيصدقها وبياخد صف حبيبة قلبه. فبتعرفه إن التمثال ده جوه مجوهرات أثرية. فصاحب المحل بيقول لها مستحيل ده فاضي، بس بنتنا بتكسره قدامهم وبيطلع فيه مجوهرات. وشوان لما بتشوفهم بتبقى مصدومة لأنهم أحسن من اللي معاها. وقبل ما تفوق من صدمتها صاحب المحل بيطردها، وده لأن هي وجعت له دماغه وعمالة تتكلم كتير. وبيعرف بطلتنا إن طالما هي اللي لقيتهم فهتاخدهم ليها. وطبعا بطلنا واقف مبسوط واللي هو حبيبتي عمرها ما تكذب. بس شوان مش بتبقى مبسوطة، ولما بتخرج بتتصل بحد وبتتفق معاه على حاجة، وشكل في خطة سودة جاية في السكة. بينما أبطالنا بيبقوا قاعدين سوا وبنتنا بتسأله هل ممكن أمه تعترض على جوازهم لأنها فقيرة ومش من مستواه. فابننا بيقول لها مستحيل، انت مكانتك غالية عندي وما يفرقش معايا رأي الناس. وبيقول لها هتفضلي زوجتي وقرة عيني وأميرتي المدللة، هذا رجل ورجال قليل. المهم ان ابننا بيبدأ يقرب منها، وقبل ما يعمل حاجة بيجيله اتصال. مش عارفة الناس قطعت اللحظة الرومانسية دول ايه. وبنتنا بتزعل وبتقرر تستناه ولكنها بتنام. ولما بتصحى بتبص في الأخبار وبتلاقي شوان فضحتها وعرفت الكل حقيقة فقرها. وبنتنا الحساسة طبعا بتزعل من الكلام ده وبتبقى مستنية البطل يجبر بخاطرها، بس هو مش هنا دلوقتي. بينما امها بتلاقي بنتين اغنياء جايين عندها فبتفكرهم هيبقوا زباين للمحل، بس هما بيبقوا من طرف شوان فبيكسروا لها المكان وبيعرفوها ان بنتها الصيعة مصاحبة اغنى شاب في المدينة. فبتعرفهم ان هي مش بنتها لانها اتبرت منها. فالبنات بيكبوا عليها العصير وبيطلعوا يجروا تسلم ايديكوا يا حبايبي. ولما جوزها بيجي بتعرفوا ان بنتهم ضيعت شرفهم، وده لانها مصاحبة راجل غني من غير ما تديهم فلوس. ومش بيبقوا عارفين انها متجوزة البطل. فامها الاصيلة بتتصل بيها وبتعرفها انها يا اما تدفع لها 1,000,000 عشان شرفهم اللي اتمرمط ده، يا اما هتقطع لها شهادة الميلاد وكل الورق الرسمي بتاعها. شبشب واحد مش كفاية، محتاجين الجزامة كلها، ويا ريت كلنا نتعاون ونتكاتف ونمسك الولية دي وننزل فيها ضرب. وبعد شوية بطلتنا بتيجي وبتعرفهم ان مش معاها فلوس تدفع. فامها بتقول لها دي اخرتها تبوظي شرفنا، احنا عايزين بس 1,000,000 عشان نبرد قلبنا، ولو مش معاكي خدي من عشيقك. وكمان بتضربها وبتطردها، محدش يمسكني عن الولية دي ثانيتين وهخش اجيبها من شعرها. وبطلتنا المسكينة مش بتبقى عارفة تجيب الفلوس ازاي، ومحرجة تطلبهم من البطل، وطبعا لو طلبت منه عليه مش هيستغنى ما حبيبة قلبه. وعشان كده بتروح له فبيحس انها زعلانة فبيقعدها على حجره. ولما بيبص لها وبيلاقي عينيها مليانة دموع بيزعل وبيقول لها مين اللي عمل فيكي كده وانا امسحه من على وش الدنيا، دموعك دي غالية عليا يروح قلبي. وبياخدها في حضنه فبتنسى كل مشاكلها وبتفرح. واضح ان حضنه ده فيه سحر خاص احنا منعرفوش. المهم انه بيطمنها ان كل مشاكلها هتتحل فبتمشي وهي فرحانة. وتاني يوم السكرتير بيعرفه ان شوان هي اللي مطلعة الشائعات على بطلتنا، فبيقرر يربيها. وعشان كده بيتصل بيها وبيعرفها انها وحشاه خالص خالص وانه لازم يقابلها في حفلة النهاردة. ولما بيوصل الحفلة بيخطف انظار كل الستات اللي هناك، عينكم شيلوا عينكم، ده جوزنا الجديد يا بنات والبطلة هتبقى ضرتنا فيه. وبيبقى في بنوتة جميلة بتحاول تقرب منه ولكنه بيصدها، وده كله طبعا عشان خاطر عيون شوان اللي واقفة زي الهبلة وبتفكر ان كل ده عشانها، خصوصا انه بيقول لها كلام رومانسي قدام الناس.
وبطلنا بيوشوشها وبيعرفها إن كل الحاضرين عينيهم في حياتهم ولازم يتقابلوا في مكان لوحدهم، فبتقوله من عينيا وبتجري تجهز نفسها. وبعد شوية بتقابله في مكان ضلمة وبتقرب منه وبتحاول تجرجره، بس ابننا الأسد بيبعد عنها. على دخلة الصحافة واللي بيصوروها في الوضع ده، وبيبقى هو اللي متفق معاهم عشان يعرف الناس إنها واحدة مش محترمة وبتحاول تقرب منه، وهو راجل طاهر نقي كالأكسجين بيحب مراته ومخلص ليها. وشوان بتبقى فضحتها بجلاجل وبتقول لهم استروني ما تفضحوني، بس محدش بيعبرها والكل بيشمت فيها، وعلى رأسهم بطلتنا اللي لما بتشوف الأخبار بتفرح وبتعرف إن البطل هو اللي عمل كده عشان خاطرها، فبتشكره. فبيقول لها لأ شكرا حفدي ما تنفعش، فبتعمل نفسها عبيطة وبتعرفه إنها عايزة تشتغل. فبيقول لها أنا وقلبي وملياراتي تحت أمرك يا أميرتي المدللة، بس انت اطلبي بس. فبتعرفه إنها عايزة تشتغل لوحدها وتنجح، فبيعرفها إنه هيفضل جنبها ويدعمها برضه. وبعدها بيقول لها ما تداريش بقى على موضوع المكافأة، وبياخدها على حجره. وقبل ما يقرب منها بنتنا بتتكسف وبتطلع تجري، شكلها بتراعي مشاعرنا ولا ايه. وتاني يوم بيوصلها لشركته، وده لأنها هتشتغل عنده طبعا، أمال هيقرب منها ازاي؟ خليكوا أذكياء ولماحين، بطلنا نمس وبيستغل أي لحظة. وبيعرفها إنه ممكن يوصي عليها الإدارة بتاعتها، فبتقوله لأ أنا هوصل بمجهودي. ولما بتدخل رئيسة القسم مش بتبقى طايقاها، خصوصا لما بتبص في الملف بتاعها وبتعرف إنها كانت من الريف، وكمان بتزعق لها عشان مش جايبة شهادة الجامعة. فبطلتنا بتطلب منها تعينها كده من غير شهادة، فبتزعق لها وبتطردها. تخرج بنتنا حزينة وحيدة شريدة ومش بترضى تقول للبطل عشان ما تقلقهوش، وبتروح لأهلها عشان تاخد الشهادة من عندهم. ولما امها بتشوفها بتقول لها بنتي حبيبتي جبتي المليون صح؟ ولما بتعرف ان مش معاها حاجة بتطردها. على دخلة ابوها الواطي واللي بيقول لها بنتي حبيبتي جبتي المليون، ولما بيعرف انها ما جابتش حاجة بيطردها برضو. فبنتنا بتترجاهم يدوها الورق بتاعها، فامها بتقول لها نعم يا اختي كده من غير فلوس، مش كفاية ضيعتي شرفنا؟ الناس كلت وشنا مش عارفين نرفع راسنا في الحتة. ولما بطلتنا بتعيط بتصعب عليها، ما هي امها الحنينة برضو، فبتمضيها على وصل أمانة عشان لو ما جابتش الفلوس تحبسها. وبتشتغل في الخلفية أغنية أهلي دول وإخوة ولما، ولا دول تعبين وسمة. أمها لا يمكن تكون تعبان، دي راس الكبرى ذات نفسها. بتاخد حاجتها وبترجع البيت، وابننا بيحس كده إن في حاجة مزعلة عليها. بصوا يا جماعة بيحس بيها وبيخاف عليها حتى من الهوا الطاير، مش قلتلكم مفيش زيه؟ ولما بيعرف إنهم مرضوش يشغلوها بيقول لها نعم أبقى أنا صاحب الشركة، وانتي روح قلب صاحب الشركة من جوه وما تشتغليش. فتاني يوم بطلتنا بقى بتروح تقدم وكل ورقها جاهز وبتبقى نافشة ريشها، بس برضو رئيسة القسم بتبرد عليها. على دخلة السكرتير واللي بيعرفها انها مطرودة بأوامر من البطل عشان ضايقت مراته، فبتترجى بطلتنا تسامحها، ولكن دي بتبقى أوامر القيادات العليا. نفسي ابقى زوجة رجل مهم واقعد اشخط وانطر كده براحتي. وبعدها بطلتنا بتعرف انها مش هتشتغل كده كموظفة عادية، انما هتشتغل مع زوجها وقرة عينها. مش قلتلكوا الشركة اللي فيها فراشات بتبقى دايما في الصدارة؟ والحمد لله بنتنا من اول يوم بتشرفنا وبتنام. ولما بطلنا بيشوفها بيقول أميرتي المدللة تعمل اللي هي عايزاه، وبيروح يتأمل في جمالها وهي نايمة. زوجونا زوجونا تاني. ولما بتصحى بتقوله يا سلام، أول حاجة شوفها الوش القمر ده، فبيقول لها ده انت اللي قمر، وبيقرب منها. مش بيعملوا حساب لأي حد في الشركة، ما هم صحاب الشركة بقى. وبعد ما بينطلقوا بطلتنا بتعيش في دور الموظفة المجتهدة، وبتبقى مكسوفة أصلا وبتعرفه إنها راح تشتغل، فبيقول لها ماشي بس متتأخرش عليا. وبعد ثانيتين بنلاقيها في مكتبه لازقة فيه. ايه قلة الأدب والمسخرة دي؟ عنوان الشركة لو سمحتوا. المهم ان بطلتنا بتعرفه انها استخدمت قدراتها وعرفت ان سعر اسهم معينة هتزيد، فابننا بيصدقها وبيشتري ب10 مليون مرة واحدة. وبتبقى خايفة لحسن يخسر فلوسه، فبيقول لها قلتلك قبل كده انا وقلبي وملياراتي تحت امرك يا اميرتي المدللة. طب واحنا يا فنان مين اللي هيدللنا؟ وفر شوية من الرومانسية والمليارات لحد ما احنا نيجي، ولا هلاقيك فقير ولا ايه؟ وبعد شوية بيجي موظف عشان يوريه مشروع، فبيخلي بطلتنا تقيمه. ولما بتقوله على الأخطاء اللي فيه، الموظف بيقوله مين الجهلة الجربوعة اللي بتعدل عليا دي؟
فبطلنا بيقوله مراتي. فالموظف بيتحول 180 درجة وبيقول لها أذكى واحدة أنا شفتها على وجه الكوكب، مشروع اتشرف إن إيديكي مسكته يا ست الكل. فابننا بيقوله زوجتي نو وبيطرده وبيعرفها إنه ممكن يعمل أي حاجة عشان خاطر عيونها، وبيفضلوا قاعدين يشتغلوا لحد بالليل. وبنتنا بتطلب منه يرتاح عشان شكله تعبان، فبياخدها على حجره وبيعرفها انه لما بيشوفها بينسى كل التعب والمشاكل، وبيعرفها ان الاسهم فعلا سعرها زاد زي ما قالت وكسب 10 مليون غير اللي دفعهم. فبتقوله حبيب قلبي احنا لازم نحتفل. فبيبدأ يقرب منها، فبتقوله لا انت فهمت ايه، وبتروح تجيب له كوباية قهوة. فبيديها شيك في 1,000,000 تمن مساعدتها ليه في موضوع الاسهم. فبنتنا مش بتصدق وبتبوسه من خده، فبيدوب اكتر ما هو دايب ومش بيبقى قادر يمسك نفسه. فبنتنا بتهرب منه وبتروح تدي الشيك لامها، واللي بتقول لها حبيبة قلبي لو اشحت كده ما احبش قدك، بس انت اتأخرتي وانا عايزة كمان 1,000,000. وبتزقها وبنتنا بطنها بتتخبط في الترابيزة وبتكمل فيها ضرب لحد ما بطلنا بيجي يبعدها، وبيعرفها انه مش هيسيبها. وبياخد اميرته المدللة على المستشفى، والدكتور بيطمنهم ان البيبي كويس، والمفاجأة انها بتبقى حامل في توأم. فبطلنا بيتصدم وبياخدها جري على البيت وبيقيد لها صوابعه ال10 الشمعة اكتر ما هو عامل، بس الحمل بيبقى تعبها جامد فبيشيلها ما بين دراعاته وبيخليها تطلع ترتاح. وبالليل بيروح لعيلتها الواطية عشان يربيهم، وبيبقوا واقفين قدامه شبه الكلاب وخصوصا امها، وبيجيب ابنهم عشان يتربى معاهم وبيدوس على ايده، وكل ده عشان يخافوا ويطلعوا الشيك ووصل الامانة. فامها بتطلعهم وبتقوله انت كده مش هتعمل لي حاجة صح؟ فبيقولها طبعا يا حماتي هو انا اقدر، وبيعرفها انه متجوز بنتها، وبيقول للرجالة 1 2 3 ربوا العيلة الاوغاد دي، وبيقول لهم ايوه اتكولي بقى على امها. فالرجالة بيتقلوا ايديهم تسلم ايديكوا ورموش عينيكوا. فعلا ناس مش بتيجي الا بالعين الحمراء. وبيروح البيت وبيفضل قاعد جنب اميرته من بالليل لحد الصبح ومش بيزعجها عشان تصحى براحتها. واول ما بتقوم بيقول لها الخبر الحلو ده فبتفرح، وفجأة بيجيله اتصال من امه واللي بتزعق له عشان يتجوز من وراها، وبتعرفه انه لازم يجيب مراته النهارده لعيد ميلاد عشان تتعرف عليها. فبيلبسها فستان تحفة وبياخدها على هناك، وبتبقى متوترة فبيمسك ايديها وكمان بيبوسها من راسها، وبيعرفها ان لو الكوكب اتهدى عليهم هيفضل يحبها برضه. ولما بيدخلوا بيستقبلهم مجموعة من الرجالة الأوغاد اللي بيتريقوا على بطلتنا، وابننا طبعا مش هيسكت لهم فبيهزقهم وبيمشيهم. ولما بيحس انها زعلت بياخدها على جنب وبيعرفها انها لو متضايقة ممكن يمشوا ومش مهم الحفلة، وده لأنها أميرته المدللة ومش هيستحمل عليها حاجة. فبتعرفوا إنهم لازم يستنوا عشان خاطر تتعرف على مامته. وللأسف لما باقي قرايبه بيشوفوها بيتريقوا عليها لأنها فقيرة وما تستاهلهوش، إنما شوان اللي واقفة جنبهم هي اللي تستاهله. فشوان بتطمنهم إنها كده كده مش هتسيب البطل، وإن كمان مامته مش هتطيق البطلة. وعلى عكس المتوقع أم بطلنا بتبقى ست حنينة مش حرباية، ولما بتشوف بنتنا بتاخدها بالحضن واللي هو مرات ابني حبيبتي. ويا سلام بقى لما بتعرف انها حامل بتبقى عايزة تفرش لها الارض وردة حرفيا. انا عرفت بطلنا حنين لمين، طلع لمامته مصدر الحنان كله. وفجأة بنتنا بتتعب من الحمل فبتقول لها ارتاحي انتي اميرتنا المدللة، وبتبدأ تهتم بيها. ايه ده هو انتي وابنك؟ حماتي حبيبتي استنينا احنا جايين. وبطلتنا بتحس فعلا ان ربنا بيعوضها بأم حقيقية مش أمنا الغولة اللي كانت عايشة معاها وبتطفي سجاير تحت باطها. وشوان بتبقى واقفة متعصبة لأنها مش سامعة صوت شد شعر ولا خناقة، وبيتخمن إن أم البطلة حبت بنتنا. وبيبدأ بقى لعيد ميلاده بنلاقي كل واحد بيقدم لأم البطل هدية قيمة، لحد ما بيجي الدور على شوان واللي بتتباهى بالمجوهرات اللي معاها، وبتسألها إذا كانت البطلة جابت لها حاجة. فبتقول لها وانتي مالك انتي يا حرباية، مرات ابني عندي بكنوز الدنيا، بجد العيلة دي مش ناقصها غيري. وفجأة بيجي خبير أثري وبنعرف إن شوان هي اللي متفقة معاه عشان يحرج بطلتنا اللي قالت لهم إنها بتعرف الحاجات المزيفة من الأصلية. وبيبقى داخل نافش ريشه على بنتنا وبيتحداها. فحماتها بتقوله لو انت اللي كسبت، وده طبعا مستحيل يحصل، هتعتذر لك، انما بقى لو هي اللي كسبت وانا واثقه فيها هتعتذر لها ورجلك فوق رقبتك. وهي وبطلنا بيدوا بنتنا تشجيع يكفيها 20 سنة قدام.
وفجأة جد البطل بيجي، ولما بيعرف انه اتجوز من وراهم بيقول نعم فين البت دي. ولما بيشوف بطلتنا بيقول لهم انا موافق وبيشجعها برضو. وطبعا قدام التشجيع ده كله بنتنا هتوصل للعالمية وبيبدأوا التحدي، فبيجيبوا لهم فازة أثرية، فالراجل بيعرفهم شوية معلومات بسيطة عنها، بينما بطلتنا لما بتمسكها بتقول لهم تاريخها من ساعة ما اتصنعت لحد دلوقتي. وطبعا الجد وكل الحاضرين بيبقوا مبهورين بيها، والراجل ده هو كمان بيعجب بمهاراتها وبيعتذر لها، بينما بقى بطلنا ومامته بيبقوا واقفين ونافشين ريشهم وفخورين بيها خالص. وابننا بيقرر يحتفل بالمناسبة دي، فبياخدها من الحفلة من غير ما حد ياخد باله، وبيقعدها على حجره كالعادة وبيقول لها بحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، لو انت مطلعة عيني بحبك موت، وبيديها بوسة من خدها. وعشان الناس اللي بتتلكك لي هو قال لها كده بالصيني، وانا اصلا زعلانه منكم عشان مش بتحطوا لايك للفيديو، فانزلوا بقى حطوا لايك للفيديو. المهم ان بطلتنا بتقوله وياك لو حتى وانت بعيد الشوق الليك بيزيد وافضل افكر فيك، وبتبوسه من خده. ايها السناجل البائسين زي كده صبروا وندفن نفسنا تحتها، او نسافر الصين ونخطف البطل ونتجوزه. ومن عينينا بتتعب، فجري بيجيب لها الدكتور واللي بيعرفوا ان هي والبيبي كويسين، بس محتاجة ترتاح اكتر من كده راحة، هي بتعمل حاجة. كانت لسه على حجره من شوية، وبطلنا بيعرفوا انه شايلها من على الارض شيل، ولو عليه يحطها في عينيه. وبعد ما الدكتور بيمشي بطلنا بيعرفها انها مش هتشتغل تاني عشان ترتاح، وان هو وقلبه وملياراته تحت امرها وملك ايديها. ولما بيحس انها زعلت بيقول لها هديكي 10 مليون عشان تستثمري فيهم يا أميرة المدللة، بس وانتي قاعدة في البيت عشان صحتك. وبيعرفها انها لو ضيعتهم فداها تاخد 10 أو 20 أو مليار غيرهم لو عايزة. وطبعا احنا من فرط الرومانسية دي عايزين حد يلحقنا بمليون حتى ولا حاجة. شوان برا بتبقى واقفة متعصبة وعايزة تعرف ايه اللي بيحصل جوه. ونرجع بقى لبطلتنا اللي بتبدأ شغل، والقادرة بتقدر تستثمر ال10 وبتخليهم 45 مليون. وبطلنا لما بيعرف بيبقى مبهور بيها وبيقول لها أنا لازم أكافئك. والمرة دي بيقرروا يعملوا شوبينج، ولما كانوا في المول بيقابلوا أخوها مع خطيبته، واللي بتبقى عارفة بطلنا فبتقدم فروض الولاء والطاعة، بس أخو بطلتنا مش بيبقى طايقهم وبيمشي. وبيعرف خطيبته إنه مش طايق البطل عشان داس على إيده، فبتقوله يخرب بيتك انت ليك الشرف إنه داس على إيدك، جزمته لوحدها تمنها 100,000. ومعروف عنه إنه بيوقع فلوس من كل حتة، هو أصلا عبارة عن خزنة متحركة. وبتعرفه إنه لازم يصلح العلاقات معاه ويقرب منه، وده طبعا عينيه بتلمع، ما هو مادي حقير شبه اللي خلفته. بينما بطلتنا بتبقى زعلانة عشان أخوها مش بيكلمها، فابننا بيعرفها إنه مستعد يجيبه تحت رجلها هنا، بس ما تزعلش كده، ما تتعبش نفسك، هو أصلا بيجي وبيقدم لهم فروض الولاء والطاعة. فبطلتنا بتبقى مبسوطة وبتطلب من ابننا يمشي عشان تتكلم معاه. وللأسف أخوها بيبقى واخد زي ما قلنا، فبيعرفها إنها لازم تجيب له مليون من جوزها الملياردير عشان يرضى عنها ويكلمها. ولما بترفض بيبقى عايز يضربها، بس دان بيجي وبيضربه، وده لأن بطلنا معينه حارس شخصي ليها عشان يخلي باله منها. وكمان بطلنا بيجي وبيقول لها أنا ممكن أمحيه من على وش الأرض دلوقتي، فبتقوله لأ يا حياتي كفاية الضرب بس. وبيرجعوا بيتهم بقى وبيقرروا يحتفلوا لوحدهم بدل الخروجة اللي أخوها بوظها دي، فبياخدها على حجره وبيبقى مستنيها تكافئه بقى على اللي عمله. فبتبدأ تقرب منه، بس الخدامة بيبقى ليها رأي تاني وبتقتحم خصوصيتهم، فابننا بيتعصب وبيبقى عايز يطردها. فبطلتنا بتقوله لأ يا حياتي ما هي غلبانة برضو وبتعمل شغلها، فبيسامحها عشان خاطرها. وتاني يوم بياخدها عنده الدكتور عشان يطمن عليها. وللأسف الدكتور بيعرفهم إنها كانت بتاخد أدوية غريبة بتخلي الوحمة اللي على وشها ما تروحش، وبتبقى بنتنا أصلا مخبيها بالميك اب عشان محدش يخاف منها. فبنتنا بتستغرب، وده لأنها مش بتاخد أدوية. وبطلنا بيبقى جنبها وبيهديها وبيعرفها إنه هيتصرف. وفي نفس المستشفى بيظهر جد وابنه، وبنعرف إن الجد بيدور على حفيدته اللي ضايعة من 20 سنة. ولما الجد بيشوف بطلتنا بيحس إنه عارفها وبيمسك فيها، فبطلنا بيغير من الراجل العجوز ده وبيبعده. دخيل كن أنا يقبرني هالراجل الغيور. المهم ان ابننا بياخدها وبيمشوا بسرعة، فالجد بيشك في الموضوع وبيطلب من ابنه يدور ورا البطلة، واللي بتتحايل على ابننا عشان يروح الشغل وهي هتروح لوحدها.
وده لأنه بيبقى شبطان فيها زي العيل الصغير ولازم يطمن عليها إنها روحت، وبيضطر يمشي في الآخر عشان دي رغبتها وبتروح تخرج في مطعم، وبيبقى دم معاها عشان يحرسها. وفجأة أخوها بيجي وبيعرفها إنه مش عايز 1,000,000 إنما 10، وده عشان يقولها سر خطير. فبتفكر إن السر ده ليه علاقة بالدواء اللي متعرفش عنه حاجة، ومع ذلك مش بترضى تديله وبتزعقله. وقبل ما يتجرأ بيخاف من دان اللي واقف لحسن يشبشبه تاني، بس بعد شوية بيغفله وبيبقى عايز يضربها، ولكن دان اللي بيحميها. وقبل ما يردله الضربة بطلتنا بتترجاه ما يعملوش حاجة، فبياخدها وبيمشي وبياخدها على جنينة، ولما بيحس إنها زعلانة بيلطف الجو معاها وبيضحكها. وفجأة بيجيله اتصال من البطل اللي بيطلب منه يقابله ضروري، وأول ما بيروح له بيجي حد وبيخطف بنتنا. وبعد شوية لما بطلنا بيوصل ومش بيلاقيها بيبقى هيتجنن، وعشان دماغكم ما تروحش بعيد بنعرف ان اللي خطفتها هي امها. قد ايه انتي ام حنينة، قد ايه انتوا عيلة واطية. وامها بتعرفها انها عملت كل ده عشان تاخد فدية من البطل، وانه لو ما دفعش هتفضل تضربها لحد ما الفلوس تيجي، متأكدين ان دي بنتها. فبنتنا بتترجب وهيساعدها، ما هو في ذرة ضمير كده وقلبه حنين سنة. فمراته بتبرق له، واللي هو لو قربت هتتكتف وتترمي جنبها، انا ما عنديش عزيز ولا غالي الا الفلوس. فبيقول لها اللي تشوفيه يا ست الكل، وبتقعد بقى تضرب فيها على دخل بطلنا ورجالته. وابننا بيضرب امها بالشلوت بيلزقها في الحيطة. تسلم رجلك يا زينة الرجال، انا قلت عليك رجل والرجال قليل، محدش صدقني. المهم انه بيطلب من رجالته يوصلوهم الاسم، وبيوصي على امها تتعامل معاملة خصوصي، وبيأكد عليهم إنه مش عايز فيها أي حتة سليمة. وبعدها بقى بياخد بطلتنا على بيت مامته، واللي بتعرفها إن هي زي بنتها بالظبط، وهتفضل أميرتها المدللة وهتقعد معاها هنا لحد ما تولد. وبنتنا بتحس أخيرا إن ربنا بيعوضها، وده لأن بطلنا ومامته بيقعدوا جنبها وبيقولوا لها إحنا وقلوبنا وملياراتنا تحت أمرك يا أميرتنا المدللة. ما ينفعش نشيل البطلة 5 ثواني بس وتحطني مكانها، هاخد 1,000,000 والبطل واطلع اجري. المهم ان بطلنا النمس بيحضنها، فمامته بتقوله ولد عيب، انا قاعدة هسيب لكم الأوضة وامشي. فعلا هي دي الحامة الأصيلة. وبالليل بطلتنا بتصحى من النوم وبتتوحم على حلويات، فبطلنا بيقول لها يا لهوي اشتريها منين، مفيش ولا محل فاتح. فبتقوله لا، انا عايزاك انت يا زوجي يا قرة عيني تنزل تعملهم لي. فبيقول لها لا انا هنام. فبتقول له هديك مكافأة، فبيقول لها خدامك، انا اصلا خدامك من غير حاجة. بس بيضعف قدام المكافآت دي وبينزل يعملهم لها، كل ده على قلبه زي العسل، وبيوسخها بالدقيق عشان يقعد يضحك عليها. والخصوصية بتبقى على أعلى مستوى، وده لأن أمه حاطة عينها عليهم وبتشجعهم. وبعد ما بطلنا بيخلص بيتفاجئ إنها نايمة، وبالرغم إنها ما كلتش وإنه اتفرهد على الفاضي، إلا إن كل ده كان على قلبه زي العسل. فبيقعد جنبها وبيتأمل في جمالها. وتاني يوم بتروح محله وبتقرر تجيب له مكافأة غير اللي كان مستنيها، وبتشتري أغلى قميص واللي بيبقى تمنه 300,000. وبنتنا في الأول بتبقى مصدومة من السعر، والموظفة بتفكرها فقيرة ومش بتبقى عايزة تبيع لها، لحد ما دان بيجي والموظفة بتبقى عارفة إنه غني، فبتقلب كتكوت وبتعتذر للبطلة وبتديه لها. وبعدها دان بيقول كلام رومانسي لبطلتنا، وأنا بدأت أقلق وهي كمان بتقلق، وبنلاحظ إن في حد بيصورهم سوا. ولما بترجع البيت الخدامة بتديها الشاي، وبعدها بتقعد تتريق عليها لأنها واحدة فقيرة وما تستحقش البطل. تبقى الخدامة دي أصلا حاطة عينيها على بطلنا وعايزة تتجوزه، وبنتنا بتفهم الموضوع ده وبتقرر تغيظها وبتنفش ريشها. فبتعرفها إن البطل واقع في غرامها على الآخر ويتمنى لها الرضا ترضى. فالخدامة بتفضل تشتمها وحماتها بتبقى سامعاها، فبتيجي تقول لها ازاي تتجرأي وتغلطي في أميرتنا المدللة، وبتطردها. وبتعرف بطلتنا ان هي مش هتستحمل حتى عليها الهوا الطاير، حماتي حبيبتي. ولما بطلنا بيرجع بالليل بتبقى بتشتغل، فبيطلب منها ترتاح، فبتديله القميص، فبيقول لها لا مش دي المكافأة اللي انا عايزها. وابننا بيبقى في أسعد لحظات حياته، ولكنها بتغدر بيه وبتنام فعلا عشان تعبانة، فبيزعل بس مش بيقدر يصحيها عشان راحتها. وتاني يوم بياخدها على حفلة للناس الأغنياء، ودان بيبقى موجود. وطبعا بنتنا بتبقى متألقة وأجمل واحدة هناك، وعشان كده الرجالة بيعكسوها. والمصيبة إن دان بيغير عليها وبيتعصب وبيسيب الحفلة، ده البطل ما عملهاش. فبيطلع وراه وبيسأله إذا كان معجب بمراته،
فدان بيقوله عيب عليك دي زي أختي، فبطلنا بيقوله بحسب أصل أنا بحبها وبغير عليها من الهوا الطاير وممكن نخسر بعض. بينما بقى شوان بتبقى من ضمن الحاضرين وبتحبس بنتنا في الحمام وبتستفرد بيها وبتقول لها هتبعدي عن البطل أحسن لك ولا أوريكي الوش التاني، وبتبدأ تضربها فعلا. فبنتنا الكيوت الأميرة المدللة مش بتعرف تعمل لها حاجة، فبنتنا بتقول لها هاتي فلوس وأنا بعد عنه. فشوان بتقول لها كنت عارفة إنك مادية حقيرة، بس في الحقيقة بنتنا بتعمل كده عشان تهرب منها. ولكن شوان الجامدة بتمسكها وبتوقعها على الأرض فبتصوت عشان بطنها وجعتها. وفي الوقت نفسه بيجي راجل الحفلة وبيسأل على بطلتنا، ولما بيسمع صوتها بيجري على حمام وبيضرب شوان بالرجل تسلم رجلك، وبيشيل بنتنا وبيجري بيها على المستشفى. ولما البطل بيعرف بيؤمر رجالته يمسكوا شوان وبيجري بقى على المستشفى عشان يلحق أميرته المدللة. والراجل ده بيحذره إن لو حصل لها حاجة هو مش هيسيبه عشان هو جوزها وكان مفروض يحميها. ولما بتخرج من العمليات الممرضة بتعرفهم إن هي والجنين كويسين. الصراحة يا جماعة البطلة دي بطنها فولاذية، اتضربت قامت وقعت قعدت مش بيحصل لها حاجة. وفجأة من حيث لا ندري بنلاقي الراجل ده ضرب بطلنا بالقلم تتشكي في ايدك يا بعيد. وطبعا ابننا مش هيعرف يرد عليه، ما هو راجل كبير وقد ابوه، فبيسيبه وبيروح يطمن على أميرته المدللة. ولما بتفوق وبتلاقي جنبها بتفرح يا بختك مهتم بيكي في كل الأوقات، اللهم ربع حظك كده. وفجأة بيجي لابننا اتصال وبيعرف إن شوان هربت من البوليس فبيتعصب. بينما بقى الراجل اللي ضرب بطلنا بياخد عينة من البطلة وبيعمل لها DNA وبيكتشف إنها بنت أخوه. ولما بيروح يقول للجد بيفرح لأن دي تبقى حفيدته المفقودة من 20 سنة. وبيبقى الجد ده تاني أغنى راجل في البلد بعد بطلنا. ما شاء الله البطلة حظها ضرب نار ماشية تتكعبل في فلوس. وبنتنا لما بتصحى تاني يوم بتلاقي البطل نايم جنبها فبتغنيله ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي، فبيصحى فبيقول لها ايه الجمال ده ايه القمر ده، كفاية بقى رومانسية الفراشات مالية المستشفى، يا ريت تراعوا شوية اننا سناجيل بائسة ومش لاقيين حد يعبرنا. المهم انه بيحس انها بقت كويسة فبيروحها البيت. وفجأة بيجي لها اتصال من اخوها واللي بيسألها اذا كان جهزت الفلوس ولا لسه، فبتقفل السكة في وشه وبتعمل له بلوك. فبطلنا بيحضنها وبيبوسها من راسها وبيعرفها انه هيتصرف في الموضوع ده. وبيجي لبطلنا اتصال من دان واللي بيعرفه انه هينافسه بعد كده على البطلة لانه المفروض عارسها من ايام الطفولة. فابننا مش بيفهم حاجة لحد ما بيروح يقابل عم البطلة واللي بيعرفه الحقيقة، وهي ان البطلة تبقى بنت اخوه وتاهت منهم وهي صغيرة والعيلة الواطية دي لقيتها وربتها، وانها المفروض كانت تتجوز دان لما تكبر. فابننا بيقوله نعم دان مين والناس نايمين، فبيتعصب وبيعرفه ان هي زوجته وقرة عينه وأميرته المدللة ولا يمكن يسيبها. وفي الوقت ده بنتنا بيجيلها اتصال من ابوها الواطي واللي بيقول لها على فكرة انتي ما وحشتنيش بس فلوسك وحشتني، وبيبقى عايز 1,000,000. ولما بترفض بيقول لها طب خلاص 500,000، طب 100,000 طيب، وبتقفل السكة في وشه وبتعمل له بلوك. وبعدها بتروح المستشفى عشان تعمل شوية تحاليل وبتتفاجئ باخوها هناك واللي بيسألها جابت الفلوس ولا لأ. بينما خطيبته بتعاملها كويس وبتقدم لها فروض الولاء والطاعة عشان تبقى في صفها والبطل يرضى عنها ويديها ملايين. وبنتنا بتضحك على اخوها وبتعرفه ان هي مجهزة الفلوس بس يقول السر، فبيعرفها انها مش اخته وانهم لقوها زمان وربوها عشان لما تكبر تصرف عليهم. لو اقول قصايد شتيمة وتهزيء في العيلة دي مش هتكفي، وطبعا بطلتنا بتبقى مصدومة. بس اخوها بيقول لها فوقي من صدمتك بعدين انا عايز فلوسي، وبيشدها على دخل بطلنا واللي بيقوله هتمشي من قدامي ولا انفخك، فبيطلع يجري. وبطلتنا بتعرفه الحقيقة وبتبقى فرحانة انها مش بنت العيلة الواطية دي. بينما خطيبة اخوها بتقوله انت شكلك كده راجل وش فقر ومش معاك فلوس وهتعيشني في قحط، وبتنفصل عنه. فبيروح يعيط لأهله وبنعرف انهم خرجوا من السجن من كام يوم وحاليا بيفكروا في طريقة عشان يقلبوا بيها فلوس من البطلة. وطبعا ده كله بقيادة الأم الخبيثة اللي بتحط خطة جهنمية وربنا يستر علينا. وفي الوقت ده بطلنا بيبقى قاعد مع جده اللي بيزعقله عشان ما عملوش فرح، خصوصا ان دلوقتي البطلة غنية ومن مستواه. فبطلنا بيقوله انا تحت امرك من ايدك دي لايدك دي بس لا يمكن اسيبها. فالجد بيعرفه انه موافق على الجوازة بس بشرط يعملوا فرح. وبعدها عم البطلة بيجي وبيعرفهم انهم لازم يجوا يتقدموا لها من اول وجديد، اصلها مش شوية في البلد.
فبطلنا بيقول لهم قلتم على وشي يا جماعة، دي أميرتي المدللة وكمان حامل، يعني اللي انتوا بتعملوه ده ما يصحش. بس بيقرر يسمع كلامهم برضو، فبيجري بقى عشان يقول لبطلتنا واللي ما بتبقاش عارفة أي حاجة لحد دلوقتي، بس بيلاقيها نايمة فبتصعب عليه وبيبوسها من راسها وبيسيبها. وتاني يوم على الفطار بيبقى عايز يقول لها بس مش بيعرف، وده لأنها بتبقى متعصبة، فبيقرر يسكت وما يعكرش مزاجها أكتر من كده، وبياخدها على المستشفى وبيطمنوا على البيبي وبيفرحوا لما بيلاقوه كويس. وكان ابننا حاضنها وهيقرب منها، بس عمها بيجي وبيقدم لها هدية وبترفض تاخدها ومش بتبقى عارفة ان ده عمها اصلا، فبيسيبها لها وبيقول لها جوزك هيفهمك. وفجأة هرموناتها بتتغير وبتتوتر وبتبقى زعلانة، فبطلنا بيقرر يسكت عشان ما يعكرش مزاجها برضو. فبيروح لجده واللي بيقوله يخرب بيتك، هتفضل ساكت لحد امتى؟ لازم تعرف اهلها الحقيقيين. فبياخد البطلة عند جدها واللي بيعرفها كل الحقيقة، وطبعا بتبقى مصدومة، فبتقعد تعيط عشان كانت بعيدة عنهم طول السنين اللي فاتت. بس لما بتلاحظ ان ربنا عوضها بدل الأوغاد اللي كانت عايشة معاهم، بتفرح وبتقرر تحتفل مع بطلنا. وعلى الجانب الآخر بنشوف شوان وهي بتتفق مع واحد مقنع على خطة. وتاني يوم بطلتنا بتعمل شوبينج هي والخدامة، بس للأسف بيجي ناس وبيخطفوهم، ومش محتاجين نقول انها شوان واللي بتعرف بطلتنا انها المرة دي بقى مش هتسيبها وبتقعد تضرب فيها براحتها. ولما بيجي شريكها المقنع بيقلب عليها وبيضربها، ولما بيقلع القناع بنكتشف ان هو ابن عم البطلة واللي عايزها تموت لان الجد كتب لها كل الممتلكات وهو مش هياخد حاجة. وكان بيضحك على شوان عشان تساعده وهيربيها هي كمان عشان ما يسيبش وراه اي دليل، فشوان بتترجى يسيبها وينتقموا من البطلة بس، فبيقول لها يا سلام من عيوني. بينما بطلنا بيبقى مجمع العيلة ومستنينها عشان لسه ما جاتش لحد دلوقتي، وفجأة بيجيله اتصال وبيعرف انها اتخطفت فبيجري عشان يلحقها. وفي الوقت ده ابن عمها بيبقى مكتفها هي وشوان اللي بتضرب نفسها بالشبشب عشان ساعدته. بالرغم من كل ده لسانها برضو بيبقى طويل وبتقعد تشتم في بطلتنا، ويا لهوي لما بتعرف انها حامل بتتعصب اكتر. وفجأة ابننا الجامد بيدخل وبيطحنهم كلهم وبينقذ أميرته المدللة، والبوليس بيقبض على ابن عم البطلة. بينما شوان بتجري وبتبقى عايزة تضربها، بس ابننا بينقذها وبيقول لشوان مع السلامة وبيتقبض عليها أخيرا، وبيودي البطلة المستشفى وبتبقى تعبانة خالص. بس ما تقلقوش البيبي كويس. المهم ان اللي جنبها دلوقتي عمها والبطل، واللي بينزل على ركبته وبيعتذر له لانه ما قدرش يحميها. فعمها بيقول له مش مشكلة، ما انا كمان ما عرفتش اربي ابني. بعد يومين بتخف وبتروح تقعد في بيت اهلها الجديد، وعمها بيجي يعرفها ان البطل متقدم لها، فبتعمل نفسها مكسوفة وبتقوله اي نعم هو جوزي، بس اللي تشوفه برضو يا عمو. واول ما بطلنا بيدخل بتاخده حضن مطارات جامد ومش بتعمل حساب للناس الكبيرة اللي واقفة، وبعدها بيتكسفوا فبيبعدوا عن بعض وهي بتروح تقف جنب عمها. بينما بطلنا بيديهم السي في بتاعه وبيعرفهم انه عايز يتجوزها، فعمه بيقوله انت شاب لقطة ومش هلاقي زيك، انا موافق. واخيرا بيعملوا الفرح وبتبقى طالعة قمر، وعمها هو اللي بيسلمها للبطل واللي بيبقى طالع قمرين، وبيحذرها انه لو زعلها مش هيسيبه. والكل بيبقى فرحان على دخلة اهلها الاوغاد، واللي بيقولوا لها ازاي تتجوزي كده من غير اذننا، انتي ناسية ان احنا اللي ربناكي. وبيعرفوها انهم هياخدوا 10 مليون بس عشان يسامحوها، وبيعملوا لها فضيحة والمعازيم كلهم بيتريقوا عليها. فعمها بيطلع يقول لهم عايزين فلوس من عيوني يا حراس، امسكوهم ودوهم البوليس، وبيوصيهم يتكوا على امها بالذات. ما شاء الله البلد كلها بتحبك. المهم ان المعازيم بيعتذروا للبطلة، والبطل هو كمان بيعرفهم انها اميرته المدللة، واللي هيزعلها او هيعمل لها حاجة هيشبشبوا، وبيبقوا مع بعض في الاخر وبيخلص المسلسل على كده. واول حاجة اتعلمناها من الملخص يلا بينا جري على الصين يا بنات عشان نلحق البطل. اي نعم هو اتجوز بس مش مشكلة، نشارك البطلة ونبقى ضراير فيه، لان ده جوزنا الجديد ومش هينفع نسيبه، لا هو ولا اخلاقه الخضرة العالية. ولو حبيتوه اكتبولي تحت في التعليقات عشان اعمل لكم ملخصات تانية ليه. وطبعا امه هتبقى حماتنا حبيبتنا، ياريت كل الحموات يتعلموا منها. وتاني حاجة اتعلمناها ان احنا هنروح الصين ومعانا شكارتين
أول واحدة فاضية عشان نحط فيها المليارات، تاني واحدة مليانة شباشب وجزم عشان نضرب بيها أهل البطلة الواطيين وبالذات أمها شاطرين. وتالت حاجة أنا لاحظتها تراجع الهند للمركز التاني، وده لأن بطن بطلتنا فولاذية، لا ضرب ولا زق ولا تنطيط ولا أي حاجة بتأثر فيها. ولو وصلتوا لهنا تبقوا من متابعيني الأصيلين جدا 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 اللي هيظبطوني وينزلوا يحطوا لايك للفيديو ويوصلوه ل10,000 لايك، وكمان اشتركوا في القناة واكتبوا رأيكم تحت في التعليقات وشير للفيديو مع صحابكم.